السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وسيله كيتشن. اليوم جبت لكم الوصفه ديال الكيك اليومي العادي ديالنا اللي كنبغيوه وكيجينا ساهل في الخدمه ديالو. ولكن جبت لكم بواحد النكهات اللي هي جديده، فكنتمنى ان الوصفه ديالو تنال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها وتبارطاجيوها مع صحابكم. فحال ديما ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا لي اعجاب وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بعديد الوصفات. فنبداو في المقادير والطريقه على بركه الله. في المقادير غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، 4 كاس ديال الزيت المائده، كاس مع عامش ديال السكر سنيده ما يعادل تقريبا واحد 80 غرام، كاس ديال العصير ديال البرتقال الطبيعي ما يعادل 100 ملل. غنحتاجوا ليه النكهه ديال الحامض، غادي ندير معاه كذلك الكونفي ديال السيترون. هذا الا كانوا عندكم لي فخوي كونفي الاخرين الملونين كذلك تيجيو فيه مزيانين. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا 200 غرام. نقول لكم شحال غادي يدخل ليا الخليط. عندي هنايا جوج ديال الخمارات ما يعادل تقريبا تما 15 غرام. انا عندي هنايا خماره وحده فيها 15 غرام. فنبداو على بركه الله. كنطربوا شويه البيض باش بحرا يتطلق. كنزيدوا ليه السكر سنيده، وكنخلطوا الخليط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو على سرعه اللي تكون شويه مرتفعه. وبطبيعه الحال ما كنساوش باننا كنخلطوا دائما في اتجاه واحد. الان كنضيفوا الزيت كذلك العصير ديال البرتقال. نضيفوا النكهه ديال الحامض، فانا غنضيف تقريبا واحد معلقه صغيره ديال نكهه الحامض. بالنسبه لهاد لي فروي كونفي كناخذوا اناء وتنديروهم فيه، كنضيفوا ليهم شويه ديال الطحين كنخلطوه معاهم. الهدف هو اننا منين نديروهم وسط الخليط ديال الكيك ما ينزلوش للتحت ويلصقوا لنا في المول. الان غادي نبداو باضافه الدقيق شويه بشويه، وحنا كنحركوا دائما كيف ما ذكرت في اتجاه واحد. فكنبداو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه كيف ما ذكرت، وحنا كنحركوا في اتجاه واحد. النتيجه كيف ما كتشوفوا معايا ما يكونش الخليط ثقيل. فمن اسرار النجاح ديال الكيكه هو ان الخليط خصو ما يكونش ثقيل. بالاضافه كذلك لانه سر من سر النجاح ديالها هو انه منين كنكونوا كنخلطوا في اتجاه واحد. فانا هنايا بقات لي هنا تقريبا واحد 20 غرام حتى واحد 20 غرام، يعني ما يعادل تقريبا واحد المعلقه كبيره. يعني هنا خدات ليا تقريبا 180 غرام. فالان غادي نخلط الخميره كذلك حتى هي تنغربلوها باش ما كيبقاوش فيها الحبيبات. الا كانوا فيها شي حبيبات كيمشيو ما تيبقاوش. كنشعلوا الفران يسخن على عافيه اللي كتكون مجهده شويه حتى كيسخن مزيان، ومن بعد غادي ندخلوا ليه الكيك.
فكنضيفوا الان هذوك لي فخوي كونفي ديالنا وكنخلطوا مزيان باش يتوزعوا مزيان في الكيك. كناخذوا المول اللي كنكونوا داهنينه بالزبده ورشينه بالدقيق من قبل وكنكبوا فيه الكيكه ديالنا. على عافيه اللي كتكون متوسطه، وكنردوا البال اننا ما كنحلوش عليه الفران لمده ديال على الاقل ثلث ساعه الاولى. من بعد كنحلو غير بشويه وكنشوفوا كيفاش راه الطياب ديالو. ما كيطيب لنا الكيك ديالنا في الفران، فانا خدت الوقت ديال نص ساعه باش وجد ليا. خرجته وكنخليوه حتى كيبرد في المول، عاد كنحيدوه. ما كنحيدوهش وهو مازال سخون، لاننا لا حيدناه غادي ينزل وغادي يدقص وما غيجيناش مهاوي ومفشفش كيف ما خصو يجي هكا. فانا دهنتو بشويه ديال لا كونفيتور ديال الليمون وزينتو بشويه ديال لاكاجو كونكاسي. فكانت هذا هو الوصفه ديالنا ديال هذا النهار هذا. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، انكم ديروا لو جيم وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه في بقيه الفيديوهات ديالي، ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.